مكملين مع بعض في الاكزامبل اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو بيوضح لك اي ترانزاكشن بيحصل في الشركه بيأثر ازاي على المعادله المحاسبيه. قلنا ان احنا الراجل حط فلوس في الشركه $15,000 فزود الكابيتال $15,000 في الاونرز ايكوتي. وبعد كده اشترينا معده عشان يشتغل بيها، حاجه يطبع عليها. بعد كده اشترى شويه سبلايز، حاجات يستخدمها لازم محتاجها عشان يشتغل. بعد كده قلنا ان في 1200 جاله ايراد 1200، يعني باع خدمه وقدمها وخلص الخدمه اللي عليه ب 1200. بعد كده صرف دعايه علشان يجي له عملاء اكتر، فصرف دعايه فالمصروف زاد بس ما دفعهاش فلوس، فزود الالتزام اللي عليه. طب لو كان دفعها فلوس الكاش هيقل، خلي بالك، فكان ده هينقص 250 والكاش هينقص 250 لو كان دفعها كاش. فده ترانزاكشن. طب ترانزاكشن رقم 6 هو مش عمل دعايه، فهيجي له بقى من ورا فلوس الدعايه ديت ايه؟ هيجي له شغل. فجاله شغل فعلا، واحد قال له اعمل لي شغل ب 3000 ونص، اعمل لي شغل قيمته 3000 ونص، وعمله له فعلا وتسلم له المنتجات اللي هو عايزها وسلم له الخدمه اللي هو عايزها، عمل له خدمه محترمه ب 3000 ونص. فاحنا عارفين لما انا بقدم خدمه في الشغل في الاساسي بتاعي وقدمتها خلاص وسلمتها للعميل، بتروح فين؟ للملاك. فين يعني حته للملاك؟ في الايراد. فبالتالي 1200 هنزود هنا 3500، يبقى هيزيد هنا 3500. المعادله اتضربت تاني. هل قال لك بقى ان هو ما ادالوش الفلوس كامله كاش؟ ايه ده؟ يعني ايه ما ادالوش الفلوس كامله كاش؟ انا مش قدمت له الخدمه؟ ما هو ممكن ما ادالكش كاش. مش انت بتروح تشتري حاجات على الحساب وما بتدفعش الفلوس؟ ما انت لسه شاري اهو خدمه دعايه وما دفعتش، فعليك التزام. فنفس الكلام، قال لك خد 1000 ونص كاش وليك 2000 يبقى لك، يعني هدي لك الفلوس دي كمان شويه، كمان اسبوعين 3، حقه عادي جدا. ما انت طالما في السوق لازم هتلاقي ناس بتدفع لك كاش وناس بتدفع لك اجل. انت عملت دعايه فقال لك ماشي، جاب لك عميل اهو، قال لك اشتغل وشغلك فعلا ب 3000 ونص، فانت ادالك كاش من ال 3000 ونص دول. يبقى المعامله رقم 6، ترانزاكشن رقم 6، ادالك كاش منهم من ال 3000 ونص 1500. طب وال 2000 هوديهم فين؟ فين ال 2000؟ فبنفتح حساب جديد اصل. ليه اصل؟ انا هستفيد حاجه في المستقبل، هيجي لي $2000 في المستقبل، مش كده ده اللي هيحصل؟ فمنفعه جايه في المستقبل. طالما منفعه جايه في المستقبل يبقى اصل. طب الحساب اسمه ايه؟ مش احنا قلنا ده لما يكون عليا التزام اسمه اكونت بيبل، انا هدفع بيبل هدفع باي. انما هنا اكونت بيسموه اكونت ريسيفبل. ده عكسه بالظبط. انا ليا فلوس بقى، انا هنا عليا فلوس التزام، ليا فلوس اصل. اكونت ريسيفبل هيخش لي فلوس في المستقبل، ريسيفبل اهو هيجي لي فلوس في المستقبل، فبالتالي ريسيفبل هنا 1500 وهنا 2000. ايه ده بقت مظبوطه كده اهي. بقى عندي 1500 و2000 هنا في الجانب اليمين من المعادله. 1500 و2000 يبقى 3000 ونص، والمعادله اللي يساوي اهو ايكوال 3000 ونص. يبقى كده المعادله ما اتاثرتش برضه. المعادله كده ما اتاثرتش. يعني المعادله ممكن الترانزاكشن يتاثر فيه اكتر من حساب. احنا بنسمي ده اسمه حساب وده اسمه حساب وده اسمه حساب. فهنا في حسابين، 3 حسابات اتاثروا. احنا كل اللي خدناه فوق حسابين بس اللي بيتاثروا. هنا اهو حساب الكاش والكابيتال، اللي بعده حساب الكاش والاكويبمنت، اللي بعده حساب السبلايز وحساب الاكونتس بيبل، حساب الموردين. يعني هنا حساب الكاش وحساب الريفينيو، كلهم حسابين، هتلاقي حسابين بس. انما ممكن ترانزاكشن يحصل فيها اكتر من حسابين. ده ممكن يبقى 3 و4 و5 و6 و7 عادي جدا، معامله واحده. بس طبعا في الغالب بتبقى 3 4 حسابات بس، 3 4 حركات، 3 4 حسابات في القيد الواحد او في الحركه الواحده، في الترانزاكشن اللي بنسجلها لوحده. فده كده الحركه دي سجلناها بالطريقه دي. انا قدمت الخدمه خلاص، طالما قدمتها خلاص بتخش ريفينيو، وجالي فلوس 1500 ولي عنده فلوس لسه 2000. يبقى كده الترانزاكشن الخاص برقم 6 خلص. اشوفكم الترانزاكشن اللي جاي.